أيها الأحبة، فإن الله من سعة رحمته أما جعل لعباده ما جعل لهم عذرا، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وجعل لنا معاشر الأحباب كفارات، فيستطيع العبد قبل أن يبات وقبل أن يخلد إلى نومه وقبل أن يهجع أن يمحو ما سلف من ذنبه بسيد الاستغفار. وإليك أيها الحبيب بعضا من المكفرات التي جعلها الله لعباده، فوالله لا يهلك على الله إلا هالك. من رحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى أن جعل لعباده محطات يتزودون فيها التقوى، يكفر سبحانه عنهم السيئات، فلا يمكن أن تختلط بذنب وتفرغ على الذنب توبة وإنابة ودمعة وأوبة إلا وغفر الله لك، لأنه الكريم سبحانه، لأنه أرحم الراحمين. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. الله جل وعلا يعلم أننا مساكين وخلقنا من عجل وأننا من ضعف وأن كل واحد منا هلوع جزوع. الله يعلم سبحانه أننا نخطئ، الله يعلم أننا نذنب، لكن الكريم فتح أبواب جوده، فتح أبواب التوبة. ولذلك أنهار التوبة إذا سكبت على نيران الذنوب أطفأتها. ولذلك ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام أول عمل يمحو الله به الخطايا، بل ويرفع الدرجات، بل ويكفر السيئات. قال قبل ذلك: إسباغ الوضوء على المكاره. إن الوضوء محطة تنقية من الذنوب والخطايا. كل ذنب اقترفتها اليد حتى تحت الأظفار الماء يخرجها. كل جريمة وذنب وخيانة نظر العبد إليه بعينه إذا غسل وجهه خرجت ذنوبه وخطاياه، تلك الأخطاء والذنوب التي ارتكبها بعينه. وكم رأت عيوننا ما يغضب الله جل وعلا، فيأتي الماء النمير، الماء العذب، فنمر الماء على العين فيخرج مع قطرات الماء كل ذنب رأته العين. وكم من ذنب ونميمة وغيبة ولعن وشتيمة تحدثنا بها بألسنتنا. يأتي الماء إذا أمررناه في الفم، نعم، تتمضمض فتمج الماء فيخرج كل، يا معاشر الأحباب، ذنوب، كل الذنوب التي تحدث بها اللسان، وهكذا اليد وهكذا القدم. أعود إلى الوضوء يا أحبابي. بعضنا يتوضأ لكن بلا لذة، بعضنا يتوضأ لكن بلا روح، يتوضأ ولا يعتقد أن الوضوء أنه يقربه إلى الله، يخرج ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ولذلك العبد المؤمن دائما على وضوء. يضعف الشيطان ووسوسة الشيطان في قلب عبد دائما كان على طهارة ووضوء، ولا يمكن الشيطان يوسوس ويجري منه مجرى الدم بسرعة ويتملك على إنسان إلا إذا كان جنبا أو كان على غير طهارة. فإليك أول الكفارات إسباغ الوضوء على المكاره. بعد ما يستيقظ الإنسان من النوم في الشتاء، فعلا الماء بارد والسخانة ما تعمل جيدا، ولا بد يريد أن يخرج ليلقى الله. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يلسعه الماء لسعا كأنما هو الزمهرير، لكنه في ذات الله يتلذذ بهذا الماء. أحيانا يكون الماء حار ساخن، يريد أن يتوضأ والماء يؤذيه فيسبغ الماء على المكاره. هو يكره ذلك لكنه يرغم نفسه رجاء أن تخرج الذنوب. ما أعظم منة الله على العبد، يذنب ويأتي بقراب الأرض خطايا، فيعلن الله له سبحانه أنه لو أتى إليه بقراب الأرض خطايا ثم لقي الله لا يشرك به شيئا، لقيه سبحانه بقرابها مغفرة. دام الشرك ليس موجود، ذنوب لمم وكبائر أتبعتها توبة وأقبلت على الله، ولو بلغت عنان السماء، لو كانت كزبد البحر وليس معها الشرك، فإن العظيم سبحانه وتعالى يجعلها رحمة وتوبة. ويا أحبابي، قلت مرة: سنموت يوم نموت بين صلاتين، صلاة أديناها ورحلت، وصلاة سنستقبلها. ما أجمل الصلاة التي أديناها ونحن نحتسب الوضوء، ما أجمل الوضوء إذا الإنسان يفرح به. يقول بعض شراح السنن: ما نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
أنه صلى صلاتين بوضوء واحد إلا مرة واحدة أو مرتين، كان يحب الوضوء. إذن إسباغ الوضوء على المكاره. الثانية قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ما أجمل أحبابي، أنت لو تنتظر واحد غالي في البيت يعدك بتزويجك أو بقرضة يحملها إليك أو ببشارة لبيع أو شراء، استقبله العبد منا بقلب منشرح، لأنه جايب له مبلغ، جايب خبر جميل. لو تنتظر اتصال أحدهم من المستشفى والمرأة تضع أبشر بولد أو أبشر بأنثى، هنا القلب يكاد يطير من قفصه الصدري. ما أجمل أحبابي بعد صلاة المغرب، ما أجمل أن يجلس العبد، ما عندك شيء، أن ينتظر الإنسان الصلاة بعد الصلاة، وذلك بالرباط في بيت الله. أبو فلان وين رايح؟ تشوف الدعايات في التلفزيون، تنظر إلى ما لربما لا ينفعك، قد لا يضرك لكن لا ينفعك. ما الذي يخرجنا من بيوت الله كثيرا؟ البعض منا يذهب والله لا هدف عنده، راجع للبيت ما عنده عمل ولا موعد ولا قراءة ولا تلاوة، والبعض يجلس مع نفسه. لماذا لا تخلو مع ربك؟ خلونا مع الخلق حتى صحروا قلوبنا، تكلمنا معهم لين حسدناهم وحسدونا، سولفنا معهم حتى أخذوا حسناتنا. أما نخلو بربنا؟ تهليل، تسبيح. ولذلك من مكفرات الذنوب أن تجلس في المسجد إما مبكرا للصلاة أو منتظرا لصلاة قادمة. أتدري من الذي معك؟ إنهم ملائكة الرحمن. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. تصدقون أحبابي من المغرب إلى العشاء لربما بعضنا يخرج من المسجد ولا ذنب عليه ولا خطيئة عليه، وهو ساكت جالس ينتظر الصلاة. إن هناك ملائكة. وانظروا إلى الشيطان كيف يحبس الإنسان من ذكر الرحمن. ما تلاحظون في مساجدنا إذا تأخرت الإقامة دقيقتين، خاصة المساجد اللي فيها الساعة المؤقتة، عيوننا مهيب في التسبيح ولا التهليل، باقي دقيقتين، باقي دقيقة 58 ثانية، أقم، أنت في زنزانة، أنت في سجن. بسم الله الرحمن الرحيم، عسى ما شر يا فلان. والله ما حركنا من المساجد وعجل الإقامة في بعض بيوت الله ليس حب الصلاة ولا حب لقاء الله، إنما الحب من الخلوص من الصلاة. أو يبغى ينتقد الإمام، حاط الإمام في راسه، مطوعنا هذا لاعب بالمسجد لعب، لا يأتي إلا على هواه ولا يقيم إلا على هواه. يا مسكين، أنت في صلاة، أنت في صلاة ما دامت تحبسك الصلاة، أنت في صلاة ما دمت تنتظرها، خاصة في صلاة العشاء. بيض الله وجه الإمام اللي يطول، لأن الصلوات جميعها خير أوقاتها أولها إلا العشاء، فإن خير أوقاتها كلما تأخرت. ولذلك الحبيب كان قد خرج على أصحابه وكانت رؤوسهم تخفق، نعم تخفق من النوم، لكنهم رضي الله عنهم لا ينامون في النهار. وكانت صلاة العشاء للمنافقين أثقل صلاة، فالحبيب خشي أن يشق عليهم فبكر بها. أعود فأقول انتظار الصلاة إذا تأخر الإمام فهذا خير، تسبيحة ترفعك، آية تقرأها، دعوة فأنت في صلاة. ثم إن الدعاء بين الأذانين، أي بين الأذان والإقامة، مستجاب. الكفارة الثالثة من الكفارات كثرة الخطى إلى المساجد، كفارة أخرى محطة تنقية من الذنوب والخطايا. وبعضنا يبشر بعض، باب بيتي في باب مسجدي، هنيئا لك. لكن لو أردت الشور، ما أجمل أن يبعد البيت عن البيت، وما أجمل الخطى وهي تكفر. خطوة ترفعها فيرفعك الله بها درجة، وأخرى تضعها فيحط عنك سيئة. هنيئا للذين أحبابي يحبون أن يمشوا إلى بيوت الله، ما يستبعدون البيوت. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. نعم السيارة لك أجر بها، ما أجمل أن تحرك قدمك. وإياك أن تفسر الحسنات ولا الطاعات ولا القربات تفسير طبي رياضي، هذا يخفف الضغط والسكر، هذا يا أخي يحرق الكوليسترول. لا يا أخي الحبيب، هذا يكفر الذنوب والسيئات. أنا أمشي إلى بيوت الله ليس رياضة، أنا أمشي لرفع الدرجات وحط السيئات. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. وما أجمل كثرة الخطى، وما أجمل للعبد إذا خرج مع الباب أن ينسى، ما ينسى محفظته ولا حذاءه ولا سواكه، أن ينسى قلبه في بيت ربه، لأنه سيتعلق القلب بالمسجد، والقلب المعلق بالمسجد ما يكاد يعود العبد إلى بيته إلا وهو يعود إلى بيت ربه.
فتجد أنه قلب معلق، ولذلك انظر إلى السكينة في وجهه والسعادة في حياته والطمأنينة في صدره. إذن كثرة المشي. ولذلك أحبابي فرغ الشيطان من وضوئنا الروح ومن خطانا الروح، يتوضأ يطرطش بسرعة. البعض لا يسبغ الإسباغ أن يسبغ الإنسان الوضوء، فويل للأعقاب قيلت من النار للمتوضئين، مع أنه توضأ لكن ما أحسن، ما أسبغ، ما أبلغ، وما أجمل أن يسبغ الإنسان ويبلغ ويحسن. إذا من مكفرات الذنوب إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة. ومن مكفرات الذنوب أيضا أيها الأحباب الصلوات الخمس. لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، لو الواحد يغتسل 5 مرات يستحم 5 مرات ما يحتاج إلى عطر ولا إلى طيب، فإن الماء أعطر العطر وأطيب الطيب. كذلك سمى الحبيب ووصف الصلاة. ولكن أحبابي، لماذا صلاة بعضنا لا تنهاه؟ ولماذا البعض منا يصلي ولكن في صدره وحشة؟ لماذا يصلي ويفكر في المواعيد خارج المسجد؟ لماذا يصلي ويدعو على الإمام إن أطال الركوع والسجود؟ لماذا صلاة بعضنا صحراء وبعضنا ما يرضى أن يختم له بصلاة الظهر الماضية؟ ليه؟ لأننا أحبابي ما تعرج الروح. لما انتظرنا ما احتسبنا، لما كبرنا ما احتسبنا، لما مشينا ما احتسبنا، لما توضأنا ما احتسبنا، فصلينا صلاة بلا روح. ما أعظم الصلاة التي يعتقد العبد أن الله أراد به خير فكفرت ما بين الصلاتين. إن الحسنات يذهبن السيئات. ما أجمل يا أحبابي أنهار وشلالات الحسنات أن تفرغ على أتون الذنوب والسيئات، فتطفئ هذا الماء النمير الوشل الجميل، يطفئ تلك النيران. صدقون يقول أحدهم قبل هدايتي إذا طول الإمام شوي في السجود بدل ما أقول سبحان ربي الأعلى أقول حسبي الله عليك يا مطوع. والله ما أنطقك إلا الشيطان، أنت في أقرب مكان تكون إلى الرحمن، فلماذا ما فرحت وجبهتك وخاضع وأعظم مكان وضعت السجود؟ والله من مشلولين، عدد الأرض من المشلولين أمنياتهم أن يضعوا الجبهة لله ليسبحوا رب الأرض والسماوات. احمد الله. أحبابي يقول شايب والله يا الربع أن الله يبي يدخلنا الجنة، لكن إن ظالمين لأنفسنا. كل أركان الحياة كفارات. مشي كفارة، الجلوس في انتظارها عبادة، التبسمك صدقة، المشي إلى المساجد كفارة. أحبابي ما بقي شيء. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات يمحو الذنوب حتى من أكبر الكبائر. التولي يوم الزحف سيد الاستغفار. ليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت. يا مسلم وش بقى؟ ماذا بقي؟ إياك أن تئن وتحمل على الأكتاف ويكبر عليك 4 وتقول رب ارجعون وكنت في المهلة. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واختم لنا بلا إله إلا الله، وارحم موتانا وعاف مبتلانا، واشف مرضانا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا. يا رب اجعل أخرانا خيرا من دنيانا. وأسأله سبحانه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطى أن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يجعل آخر الكلام لا إله إلا الله، وأن يقبض الأرواح وقد رضي عنا، وأن يجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الهدية النبوية لمن أدمن الاستغفار ولزم الاستغفار وكان لسانه رطبا بالاستغفار، نعم، أن كل هم في الدنيا لا يقف أمامه. يا الله. وكل مرض، كل كرب، كل ضيق، جفاف الدموع تجفف دموع الحزن بالاستغفار. يلين القلب يا شيخ، يلين القلب. تتساهل لك كل مصاعب الحياة. تطلع من البيت وما تدري كيف تأتي لك الأمور تترتب. أبناؤك يعودون، صحتك يبارك فيها، كل باب مغلق ينكسر قفله. أحبابي يقول صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، نعم، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وفي رواية ورزق من غير ما يحتسب. نعم. إذا أتى أحد إلى الحسن البصري فقال إني أريد الولد، قال استغفر. آخر يريد التجارة،
استغفر. لما أحبابي؟ لأن كلمة استغفار معناها أنك تحقق العبودية للملك الغفار جل وعلا، كأنك تقول أنا عبدك الضعيف أذنب دائما، لكن يا ربي سألوذ بجنابك وسأطرق بابك وسأطلب منك أن تغفر هذه الذنوب التي لحقتني. وكم ذنوب لا حد لها ولا عد، شيء نعرفه شيء ما نعرفه، أحصاه الله ونسوه. ولذلك دائما إذا فتح الله على لسانك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فتأكد أيها المؤمن أن الله إذا فتح لك باب أستغفر الله أنه سيغفر، سيفرج، سيعطيك حتى والله عقلك يأتيه دهشة. الله إذا أعطى أدهش العقول، الله إذا أعطى يدهش عقلك. من كيف؟ طيب يا شيخ هذا كربة، أنا مريض مرض، أنا مديون، أنا ولدي ضال، أنا ألزم الاستغفار، أنا عقيم، الأطباء يقولون لا ولد، ما يمكن في حمل، ما في حيوان منوي، ما يوجد بويضة، ما. يا أخي الحبيب استغفر. هذا العظيم الذي أمرك أن تستغفر وعدك أن يفرج كربك. الله أكبر. فيا معاشر الأحباب، الغنى بوابته الاستغفار، العافية بوابتها الاستغفار، الاكتئاب ذهابه بوابتها الاستغفار، الحزن خروجه من القلب بوابتها الاستغفار، انشراح الصدر بوابتها الاستغفار، صلاح الذرية بوابتها الاستغفار. استغفار اللسان مع القلب وليس تحريك اللسان فقط. يغتاب، يلعن، يشتم، وتقول له يا أخي لا تلعن، يقول استغفر الله ثم يلعن. هذا ليس استغفار، هذا من نوع من أنواع السخرية. ليس استغفار. نقطة مهمة دي يا شيخ. ولذلك بعض الناس أيضا يستغفر وليس لطلب المغفرة، لا، سمع آية قول الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نعم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فبعض النساء الآن تقول والله أنا أستغفر عشان أتزوج، أنا أستغفر عشان أنجح، أنا أستغفر عشان يجيني ولد. هذا يستغفر يريد مالا. نعم، الله يعطي المستغفرين هذه النعم، لكن بشرط أن يكون الاستغفار بقصد المغفرة من الذنوب، مو بالاستغفار عشان أتزوج. أن تستغفر لأنك مذنب. مرور الإنسان في ساعة دون أن يذكر الله فيها يحتاج إلى استغفار. نعم. ولذلك لاحظوا في دورة المياه إذا دخل الإنسان الخلاء هل يجوز يذكر الله؟ لا. لكن إذا خرج أول ما يخرج يقول غفرانك. غفرانك من إيش؟ لأنني في فترة الخلاء الحمام أكرمكم الله انقطعت عن ذكرك، فأنا الآن أخرج من الحمام وأقول أستغفر الله أني هال10 دقائق 7 دقائق دقيقتين أني خلوت فيها عن الذكر. سبحان الله. يا أخي نحن في بعضنا أعمارنا كلها تحتاج غفرانك. حياته كلها غفرانك، بعد طلوع من السيارة غفرانك، وبعد طلوع من البيت ومن المكتب ومن غفرانك، ومن الاستديو غفرانك، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يغفر له. نعم. ولذلك أحبابي من أراد أن يستفيد من الاستغفار فليستحضر وهو يستغفر رحمة الله ولطف الله وستر الله، مع حضور في ذهنه الذنب والذنوب اللي الله جل وعلا. ترى في ذنوب كثيرة، بعض يقول والله ما أذكر ذنب. الله يعظم أجرك، أنت ما تذكر ذنب اليوم بس، ولا لك 25 سنة وأنت مزفي. الله المستعان. كم من ركعة تكبيرة إحرام راحت، وكم من صلاة راحت، وكم من مشاهدة عين حرام، وكم لفظة، وكم خاطرة، وكم. لو الإنسان أحبابي قضى عمره كله يستغفر والله لا يكافئ نعمة واحدة من نعم الله التي أنعم بها. الله كريم، الله رحيم. ولذلك عرض الله المغفرة لمن كان مجرم مع سبق الإصرار والترصد. مجرم إلين إذنيه مجرم. قال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرف يعني سنوات طوال في المعاصي. يشرب خمر، يعق الوالدين، تجده مجرم. لربما مسلم المسلمون من لسانه، ينظر الحرام، يسافر سفريات. أما آن لك أن تؤمن؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ أما تعود الآن؟ أما تنكسر فتقول أستغفر الله؟ لكن بشرط أحبابي، أستغفر الله ليست قولا باللسان. ليس قولا باللسان. يمكن أضربك وأقول أستغفر الله وأضربك ثانية واستغفر الله. ما استفدنا من استغفر الله هذه إذا كان الإنسان لم ينعقد قلبه مع لسانه عليها. أستغفر الله
استحضار للذنب الذي أريد أن أطلب المغفرة منه. نعم. ثم استحضار الذنب، ثم استحضار العجز أني يا ربي عاجز، ثم استحضار أنه السيد العظيم، وأنت يا ربي أنت الحليم، وأنت القدير، وأنت القوي، وأنا عبدك الضعيف الذي من ضعفي وجهلي تجرأت عليك، وأنت بيدك رزقي وما كل ما وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. استحضار هذا ثم تحريك اللسان مع تواطؤ القلب بالاستغفار، هذا الاستغفار الذي ينفع صاحبه. وإلا فإن بعض الاستغفار يحتاج إلى استغفار. وش الحديث يا شيخ؟ يعني أن ملك الحسنات يبادر بكتابة الحسنة إذا فعلتها، غنيمة الحسنة على طول على طول. ايه؟ إذا أذنبت من رحمة الله لأنه الحليم، نعم، ينظرك ملك السيئات قبل كتابتها 6 ساعات، علك أن تتوب، علك أن تستعتب. تدري ليه؟ يعني الرحمة باقية. أي نعم. لا، لعلك تتوب عشان تكتب ماذا؟ تكتب حسنة. الله أكبر. سيئة تكتب حسنة، مو فقط أنها تغفر الذنب، لا إله إلا هو الله. ليس فقط لأنه سيمسح أو لأنه يكتب، لأنك في هذه الفترة إذا لم تكتب عليك سيئة فاستغفرت، انتقل كتابك من كتاب السيئات إلى كتاب الحسنات. رحمن رحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. سبحان الله العظيم. يعني الآن أنا أذنب، الملك يمهلني 6 ساعات نعم حتى أستغفر، فإذا ما استغفرت كتبت علي، كتبت سيئة واحدة، سيئة، وإذا استغفرت محيت وبدلت إلى حسنة، انتقلت من خانة السيئات إلى خانة الحسنة. لا إله إلا الله. هو مجرد أعمل حسنة مباشرة تكتب حسنة، تكتب إلى 10 حسنات. لا إله إلا الله. أحبابي، عروض عجيبة. اي والله. عرض رباني إلى التوبة. أحبابي، التوبة بابها لا يغلق، ولكن الذي كبلنا عنها أنفسنا الأمارة بالسوء. نعم. شيطان يجري منا مجرى الدم، رفقة سوء حولنا. إذا الإنسان أراد يستغفر فتح الشيطان له أبواب، ذكر بذنوب، ذكر بإرشيب. من شروط أن تستغفر أن تبتعد عن البيئة التي تلوثت بها من معصية. يعني واحد مع جوال الآن وفيه صور مهي مضبوطة، طيب عشان تستغفر لابد أن تزيل المنكر، لابد حتى تفتح صفحة جديدة. تبعد عنك الملوثات. بعضهم لا زال حافظها في الاستديو، وبعضهم حافظها بأرقام وفي ملفات. معنى ذلك يا أخي وأنت يا أختي، إذا في معاصي لا زلت أنت يقول واحد والله استغفرت لكن ما أشعر بالانشراح اللي تذكرونه، ولا أحس أن الله غافر لي، ولا أحس أن الله تاب علي، ويبقى يبكي. يا أخي، توبتك ليست نصوح. نعم. واستغفارك يحتاج إلى استغفار. الاستغفار ليس تحريك اللسان، لا بد من إزالة ما علق بنا من الذنوب. لأن بعض الناس الآن معه ربع كل يوم في رمضان مضيعين له رمضان، من يوم يصلي التراويح وهو معهم، إذا صلى مشغلينه وراس معسل وراس شيشة وصك وأكة، والله يصلح قلوبهم ويهديهم، ولعب ودخان وصكات بلوت ومشاهدات بعض القنوات اللي هي طيبة، وهذا يوري هذا صورة مرة وهذا يوري. يقول الله يا أخي ما أقدر أصبر عنهم. إذا أنت لا تريد التوبة. نعم. وإني لغفار، الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، بس لا باقي واحدة هي أهم، ثم اهتدى. ثبت الهداية. لابد حتى تكون الطلب المغفرة من الله. يعني الآن يا شيخ لو واحد يريد إجازة وقال للمدير، قال له والله بعطيك الإجازة بس غيابك كثير، أنا بعطيك الإجازة بس يا أخي تخليت لها إجازة تماخذها بي منك. طيب وش يقول؟ لا إن شاء الله، خلاص آخر مرة. طيب أعطاه الإجازة، جاء أضاف على إجازة 7 أيام من عنده من كيسه. وش يقول ما علمتك أنت أصلا لما قلت إن شاء الله أنا أنت من تبناوي التوبة، أنت ما نويت أن تقطع الإرشيف الماضي. لذلك أحبابي، من أراد أن يتوب فيتوب الله عليه، يعمل صالحا بعد الاستغفار، ويثبت على هذه الهداية حتى تثبت له المغفرة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وإذا أذنب يستغفر مرة أخرى. نعم. طيب شيخنا، الله سبحانه وتعالى يقول كما ذكرت قبل قليل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه واضحة وهي من الفضائل في الاستغفار. لكن في آية أخرى: فقلت استغفروا ربكم
إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الله أكبر. القوة هذه الآن الناس يعانون من الضعف، يا إما كبير سن يا إما مرض يا إما، القوة هذه إيش معناها؟ القوة قوة قلب، قوة روح، قوة لمصادمة الحياة وكروبها. لو تنزل عليك 1000 مصيبة نعم وأنت مع الله دائما في لسانك أستغفر الله، مهما بلغت مصائب الدنيا، لو أبناءك كلهم قد رحلوا بين يديك والله ما ينصدع قلبك ولا فؤادك ولا يتضعضع إيمانك. الله أكبر. قوة روح، قوة إيمان، ثم معها قوة بدن. ولذلك قوة البدن، الإنسان المستغفر الاستغفار الصحيح نعم. هو الإنسان يذنب. كلكم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه الأعمى ماذا فعل؟ عبس. نعم. لامه القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لكن هذا خطأ بشري. نعم. خطأ بشري. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يرويه عن الله، لكن قد يخطئ خطأ بشري ويعود عليه الصلاة والسلام عفى الله عنك. لما أذنت له؟ ليه تأذن للمنافقين في غزوة تبوك؟ الله لامه في القرآن لكن قدم له العفو، عفى الله عنك. ترى يعني ما لم فإنك في داخل العفو وهو خير الورى. فالإنسان يخطئ الخطأ، الأنبياء طبعا يخطئون الخطأ البشري، أما فيما بينهم وبين الله لا خطأ، والوحي لا خطأ لأنهم معصومون. صحيح. نحن نعود إلى الخطأ البشري. يا أخي إذا أخطأت فعد. الله أعطاك دوحة، الله أعطاك جنة، الله أعطاك حديقة، الله أعطاك ظل يظلك فيه، قل استغفر الله لكن بقلب صادق. والله لو تقول استغفر الله قبل الظهر صادق ثم تذنب بعد الظهر غفر لك. فإذا استغفرت من الذنب اللي بعد الظهر قبل العصر وانت صادق استغفارك فتح. لأن يا أخوان الله عندما خلق الإنسان أنزل معه عدوا يرافقه ويخالطه ويساكنه. ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يا أخي إبليس معك دايم، الشيطان معك قدام وراء. يعني الله سبحانه وتعالى يقوي عزيمتك، المراد بالآية ويزدكم قوة إلى قوتكم، يقوي عزيمتك على الأعداء الشيطان وغيره من الأعداء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ترى ربي لولا الدعاء لندعيه والاستغفار لنستغفره كان من زمان. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أي والله. هذه أحبابي عرض. إياك يجيك الشيطان يقول أنا أذنبت. طيب عندك رب اليوم أذنبت، الله ما يعلم بذنبك؟ بلى. طيب قادر يأخذك؟ نعم. قادر يبطش بك؟ نعم. قادر يسلب عافيتك؟ نعم. لماذا تركك؟ يبغاك تستغفر، يمهلك، يريدك تستغفر. الله أكبر. استغفر، عد إليه، استغفر. ولذلك أحبابي في حديث يرويه الصديق، والحديث هذا من أحبابي احفظوه بقلوبكم. نعم. يقول من أذنب ذنبا ثم قام فتوضأ أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين ثم استغفر غفر له. لا إله إلا الله. أعد يا شيخ. من أذنب ذنبا نعم ثم قام إلى الوضوء فتوضأ نعم ثم استغفر ثم صلى ركعتين. نعم. صلى ركعتين، يعني إذا أذنبت رحت توض وصل ركعتين رب اغفر لي، غفر له. لا إله يقينا إلا والحديث صحيح، غفر له. أحبابي مو بيمكن يغفر له، يغفر لك. لا إله إلا رب كريم، عرض عظيم، ما أدري ليه الناس يدخلون النار. الحديث صحيح، والحديث صحيح. والحديث عن الصديق رضي الله عنه. الله أكبر. الله أكبر. حسنه مجموعة من العلم لكن الحديث صحيح. والله يا أحبابي غريبة. هذه بشائر يا شيخ، هذه بشائر هي ترى من بشر، بشائر من رب البشر الله جل وعلا. خذ هدية نبوية. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذه تراها الرواية الصحيحة. نعم. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وعنده ذنب قاعد يستغفر منه غفر له ولو كان قد تولى من الزحف. لا إله إلا الله. يعني لو كان يقاتل، تولي من الزحف موبقة صحيح، من الكبائر من السبع الموبقات، ومع ذلك يعني قدام يقاتل الناس وهج رمى سلاحه وتركنا المسلمين ودخلوا الكفار علينا، أو أنه سبب في خسارة المؤمنين أو غيره، كبيرة خيانة. هذه الخيانة لو قالها الإنسان بهذا وتاب وأناب وقال هذا الذكر غفر له. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رددها 3، رددها 7، رددها دائما. نعم.
أيضا خذ الهدية النبوية التي بعدها. ما شاء الله الهدايا اليوم كثيرة، هدايا كثيرة وباب أحبابي في ذكر وتعرف تحفظونه. لو تقوله الصباح، لو تقول هذا الذكر الصباح وتموت قبل المغرب وجبت لك الجنة يا الله. ولو تقوله بعد المغرب اليوم ثم تموت قبل غروب طلوع شمس الغد وجبت لك الجنة، والحديث صحيح. يا سلام. وهو سيد الاستغفار. من قال حافظين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر. من قالها في الحديث موقنا، لاحظ الشرط، موقنا، مو هو بهذ لسان، موقنا من قلبه لا إله إلا أنت تحقيق التوحيد، خلقتني ربوبية وأنا عبدك ألوهية وأتعبد، نعم، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني يا ربي ترى أحيانا ما أقدر، نعم. أنا ضعيف، عندي نفس وعندي شيطان وعندي هوى، وكل واحد منهم شغال علي يا ربي. صحيح. أنا ما أدري والله، الشيطان زينها لي ومره نفسي. خلقتني وأنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بالله من الكبيرة والذنب الذي فعلته. ثم تبدأ تفوض الأمر إلى الله. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أتذكر النعم، اعتراف بالنعمة، واعتراف يا ربي أنا ما أقدر أعصيك إلا بنعمتك. ترى أحبابي بدون نعمة الله والله ما نقدر نعصيه. اي والله. أنت الآن يوم تضرب الرجال طاقة بيدك، هذا عشان الله محرك يدك. رأيت الحرام باليوتيوب، هذا لأن الله أطلق لك العين. صحيح. تمشي للحرام بقدميك. يلي بتسافرون خارج بتسافرون، وإن شاء الله ليس كل اللي يسافرون عصاة، لا، كثير من المسافرين إلى خير. صحيح. ناس فيهم خير وسياحة طيبة، لكن بعضهم لا يريد. نقول اللي رايح سياحة مهم مضبوطة، لولا نعمة الله وعافية الله تقدر تسافر تعصيه؟ لا. استحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أعود فأقول إذن البشائر النبوية رددوا سيد الاستغفار، رددوه فإنكم تفتح لكم أبواب الجنة. يعني فقط أن تموت بعد قوله وجبت لك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من اللهم آمين. لذلك يقول يخاف يا شيخ أرجع للذنب. لو رجعت للذنب فإنك تقول أستغفر الله فينادي الله، يناديك. علم عبدي أن له ربا، نعم، يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، أشهدكم أني قد غفرت له أو أني غفرت له. لذلك إياك يأتي الشيطان. وهذا ترى ملحظ مهم أبو عبد الله. نعم. من بعض الناس الآن يقول أنا استحيت من ربي يا شيخ، والله ما لي وجه. هذا مع أمي وأمك وأبوي وأبوك وأخوي وأخوك ومع جيراننا نستحي منهم. نعم. مع المخلوقين، لأن المخلوقين مهما أنت لو تخطي مرة وش يقول لك؟ حتى الآن أطفالنا إذا أخطأ وش تقول له؟ يا فلان آخر مرة انتبه، انتبه. أخطأ ثانية أتوب. الثانية تستاهلها، الثالثة ثابتة، الثالثة يعطيك كف يوصله لجنوب المملكة ولا شمالها. وش يقول له؟ يقول أنا سمعت لك الأولى الثانية. هذول المخلوقين مساكين. أما الخالق جل وعلا لو تذنب مليون ذنب وتتوب مليون توبة وتذنب مليار معصية وتتبع كل معصية استغفار نصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح تستغفر، فإن الله يقبلك ويغفر ذنبك ويستر عيبك ويجعل ما مضى حسنات. هذا لأنه الله سبحانه، هذا لأنه الغفور، لأنه الرحمن، لأنه الرحيم. لذلك إذا جاك الشيطان يقول لك ما تستحي من الله، قل الله من حيائي من الله أني كنت أعصيه بنعمه. يعني لينظر الحرام يا أخواني، رأى الحرام بإيش؟ بعيونه. نعم. طيب يا أحبابي، لو أن الله من رأى بعيونه حرام أخذ العيون منه. كم أعمى في الرياض، كم أعمى في القريات، كم أعمى في جدة، مصيب. لكن الله غفور. نعم. ترى من رحمة الله أنه أملى لنا، من رحمة الله أنه حليم. نعم. هو حليم لكنه إذا أخذ الظالم لا يفلت. لذلك من حلمه أن دامه ما انتقم منك إلى الآن بسرعة، استعجلوا، عجلوا، سابقوا واسرعوا.
نعمة، والله نعمة أن الآن نحن في ذنوبنا. ترى ذنوبنا اللي عندنا لو يعرفون الناس عنها ما سلموا علينا. صادق والله صادق. ولو للذنوب روائح ما أحد جلس بجوار أحد لو تغتسل بالبحر الأحمر. الحمد لله على الستر. لكن يا ربي كما سترتنا فاغفر لنا. الحمد لله. يعني الله جل وعلا كما قال أهل العلم أن الله جعل للأمة أمانين. الأمان الأول ألا يعذبون. نعم. وجود محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. نعم. هذا الأمان الأول. لكن محمد صلى الله عليه وسلم مات، بقي أمان يجعلك ما تقع تحت عذاب الرحمن. نعم. ولا تحل بك المصائب ولا القصاص ولا آثار الذنوب ما دمت وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله أكبر. دام الإنسان يستغفر فهو في حرز، دامك تستغفر فأنت في حماية الله، لأن كلما أذنبت كأنك تقول يا ربي عبدك الضعيف، يا ربي تعلم ضعفي، ضعفت، أخطأت، نعم. أجرمت، يا ربي. وإذا قلت يا ربي اغفر لي فتحقق يقينا أنه سيغفر لك. الله أكبر. القضية المصيبة أنك تذنب ولا تستغفر. تذنب ويجي الشيطان يقول لا ذنبت أمس واليوم تستغفر، أنت ويا وجهك ما أنت بكفو التوبة أصلا. أنت الله لا يغفر لك. ولذلك عبد طائع منيب مصلي آمر بالمعروف ناهي عن المنكر متعلم واعظ، يعظ رجل ومل من كثر ما يعظه ومل من كثر ما يدعوه، فقال له والله لا يغفر الله لك. لاحظوا الجريمة الكبيرة. واحد صالح يقول الواحد عاصي والله لا يغفر الله لك. ماذا قال الله؟ غضب الله. نعم. غضب الله فقال من ذا الذي يتألى علي؟ الله. من هذا اللي يتعدى علي ويقسم على كيفك أنت الجنة ولا المغفرة يا عبد الله؟ لا إله إلا كيف؟ الله. إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فغفر الله لمجرم عاصي مذنب يعلم في قلبه التوحيد. نعم. وأحبط عمل طائع مستقيم داعي آمر بالمعروف لأنه تعدى على الله. من اللي يمنع من رحمة رب العالمين؟ من الذي يستطيع أن يغلق السماء أن تنزل منها رحمات ربي؟ الله غفور، الله رحيم، الله ودود، الله فتح، بل إنه يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. متى؟ حتى تطلع الشمس من مغرب. وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين